انتوا عارفين كيلو البانيه بكام؟ انتوا عارفين؟ لا استنى اوري. طبعا نايمه 4 ساعات بس ماشي، وقايمه من النوم بدري من النجمه عشان عندي النهارده عزومه. المهم يعني هنعمل في العزومه ايه؟ طلب اساسي بطاطس محمره. قالوا لي اعملي اللي انت عايزاه. المهم قعدت اقلبها في دماغي يمين وشمال، قلت بس مكرونه بشاميل، بانيه، صينيه رقاق باللحمه، كام جوز حمام كده نسلك بيهم سناننا، وشويه سلطه، وخلصت على كده. مش هنبهرجها لان ايه البهرجه مش بناخده منها غير الفضل. اول حاجه هنعملها هنتبل البانيه ببصل وملح وفلفل، فلفل اسود، طبعا ملح كتير. وكده نكون تبلنا البانيه ونحطها بقى في التلاجة. المكرونيتا بقى تقليبه حلوه قوي. طبعا مش هغطي الحله لان لو غطيت الحله ده هتفور، عشان نعصج اللحمه بتاعتنا. ننزل بشويه زيت طبعا باللحمه المفرومه. تش 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 تش. نديها بقى تقليبه كده، وطبعا هننزل عليها بالبصل، طبعا فلفل اسود، نتبل بالفلفل الاسود. ننزل بقى ملح ونقلب. الحمد لله. طبعا اخر حاجه هنحطها معلقتين من الصلصه الجاهزه، ولو هتلاحظوا ملح وفلفل اسود بس، ما بحبش الاختراعات، التوابل بتغير من طعم الاكل. ملح وفلفل اسود يعني، بلاش نخترع بجد. هنديها بقى تقليبه كده. طبعا المكرونه اتسقلت، هنزل عليها بشويه بشاميل من اللي انا عاملاهم، شويه حلوين كده، وهقلب واقلب 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 واقلب. نزلنا هنا بنص المكرونه، هننزل هنا بقى باللحمه المفرومه، نوزع بمعنى الاصح كده. بعد كده ننزل بقى بباقي كده صوص البشاميل كده على الوش، ماشي، ونوزع. وادينا خلصنا البشاميل وهندخلها الفرن ناو. وادينا بنحمر البانيه، البطاطس، عملت السلطه. محدش يلمس السفرة الا لما اسوي. بصوا يا جماعه، هتعشى حمام. انت جايب حمام وحد بيجيب حمام دلوقتي؟ لا الحمام ده شحاته يعني، الناس مش عارفه. هو كان سرك طيب بلاش دي، هتكلم عن الحاجه المكرونه بشاميل. عادي ولا شايف؟ انتوا عارفين اللحمه المفرومه بكام؟ انا بعزمهم واكلهم واسربهم.